اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اتصور انه دي لحظه فارقه او لحظه هامه جدا، لانه هنظل في نفس الحديث، في نفس المنوال، في نفس الكلام. لما بتتكلم عن ظاهره وبتتكلم عن خطوره، في البعض بيتقبل وفي البعض بيرفض. المشكله ان احنا في مجتمع اصبح الرفض فيه اكثر بكثير من التقبل، واصبح الهدوء فيه شيء صعب للغايه. يعني انا مثلا متصور لو واحد مكاني قاعد في القعده دي، ممكن تبقى خناقه وممكن تبقى عركه وممكن تبقى مشكله وممكن تبقى مصيبه. لكن الطبيعي جدا انك تسمع الراي والراي الاخر، واذا كنا بنتكلم على اعلام، واذا كنا بنتكلم على احترام، واذا كنا بنتكلم على راي وراي اخر، فاتصور ان ده اللي لازم يحصل. وبالتالي هو الراجل قال لك هذه خيانه بالنسبه لي، وخيانه لزملائي، وخيانه للتحرير، وخيانه للمسبيرو، وخيانه لمحمد محمود، وخيانه للشيخ ريحان، وخيانه وخيانه وخيانه. فمن الافضل انه ما يستمرش في الخيانه مع لزملائه او لاصدقائه او للثوار اللي هو شايف ان هم ثوار موجودين في اي مكان من اماكن مصر. انا لست في حل للدفاع عن نفسي ولا انا اتكلم ولا انا اقول، وانه الالفاظ اللي قالها الاستاذ محمد وكلمه كفار وكلمه مش عارف ايه وكلمه ايه، اعتقد ده كلام لم يرد ولن يرد في يوم من الايام على لساني. لكن ما زلت اؤكد ان لدينا تعصب وتعصب بالغ في مصر، وما زلت اؤكد ان هذه الظاهره ستؤدي بنا الى ما هو اكثر مما حدث. اذا كنا بنتكلم النهارده على 75 والبعض بيقول لا 130 والمعلومه كنت واخدها منه، فاتصور ان القادم سيكون اسوأ. وانه اذا كان زي ما كنت بقول قبل ما نطلع الفاصل انه جماهير الاهلي بتقدر تعمل سيطره على نفسها وجماهير الزمالك شويه، لكن المتعصبين في خارج الاهلي والزمالك ما بيقدروش يعملوا الكنترول. من هنا بيحصل الشجار، بيحصل الضرب، بيحصل العنف، بيحصل سقوط ضحايا. واول من حذر من سقوط ضحايا كان هو العبد لله، واول من قال اننا سنفيق على كابوس مريع، سنفيق على كارثه مروعه، كان العبد لله. واول من نبه وطلب من الارترس نفسهم ان هم يطهروا نفسهم، لان في البعض منهم واخدها بعدوانيه، واخدها بعنف، واخدها بوحشيه، وهذا ما حدث في بورسعيد، وهذا ما سيحدث بعد سنوات اخرى، وسنلطم الخدود من جديد عما حدث وعما سيحدث، لان احنا بعد شويه هنرجع ننسى ونرجع نقول، ويطلع حد برضه، لانه حاملي الشعارات كثيرين والحنجريين كثيرين، واللي بيقدروا يستغلوا تعاطف الشعب والقصه اللي مع الشعب اعتقد كثيرين، بل كثيرين جدا. من هنا اتمنى وارجو واصلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى انه لابد ان نصل الى حلول، لابد وان نصل الى حلول. اتصور ان امبارح كنا قدام النادي الاهلي وكان معانا ما لا يقل عن 20 من اهالي الشهداء، وكانوا بيثمنوا ما نفعله وما نقدمه من اعلام هادئ وهادف ومحترم، يدعو الى التشجيع والى الحماس بلا تعصب، يدعو الى الحب والى الانتماء بلا تعصب، يدعو الى الوقوف خلف النادي او خلف المنتخب او خلف الفريق بلا تعصب. ستظل هذه الرساله، ستظل هذه الرساله، لانه الجواب بيبان من عنوانه، ممكن يتوه شويه لكن بيصل في النهايه. وللاسف لما وصل الجواب كان الضحايا كثيرين جدا، كان الضحايا، كانت الازمه، كان اليوم اسود على مصر كلها من اولها لاخرها، اللي في بورسعيد قبل اللي في القاهره، واللي في القاهره قبل اللي في الاسماعيليه، واللي في الاسماعيليه قبل اللي في المحله. على فكره وليد عبد السلام رئيس تحرير وهو مدخله، انا قلت له انا متاكد انه هيتكلم وهيقول وهيسبني انا شخصيا. قال لي لا يا كابتن طول، انا متاكد هذا الكلام، وهيقول كلمتين ودقيقتين وهيطلع. ومع ذلك لاحترامي النفسي واحترام البرنامج واحترام حضراتكم كان لازم يقعد وياخد فرصته كامله. والدليل لما بتدخل مكالمات هاتفيه حتى بتهاجمنا احنا بعنف، بنخليها تكمل حتى النهايه. والدليل انه الكل الان بيزايد. واحد من بورسعيد عضو مجلس الشعب طالع يزايد وعمال يتكلم ويقول اصل انت اهلاوي وبتدافع عن بتوع الاهلي وعشان النادي الاهلي. واحد تاني على فكره محمد زملكاوي مش اهلاوي برضه طالع بيقول نفس الكلام. اتصور انه احنا على المحك، يا اما نكمل ونلحق ما تبقى، يا اما ما نكملش، يا اما نشوف الدنيا شكلها ايه وما تبقى في هذا البلد ونحاول بقدر الامكان نحط ايدينا في ايد بعض، يا اما ما نكملش. احنا في ازمه عنيفه،
احنا في قصه واضحه، احنا ما حدش عايز يسمع حد. الناس كانت بتتكلم على حريه، يا تتكلم من وجهه نظره يا ما تتكلمش. الناس بتتكلم على رايه راي اخر، يا تتكلم من رايه هو يا اما ما تقولش. يا اما تقول ان الضرب اللي في المدرجات ده صح، يا اما تقول السباب اللي في المدرجات ده صح، تقول السحل اللي في الشوارع ده صح، تقول الايذاء اللي موجود ده صح، تقول السواق الميكروباص اللي بيتقتل في الشارع بعد استفزاز ما بينه وما بين سواق والاثنين، وما بينه وما بين عربيه والاثنين بيضربوا بعض في النهايه تصل الى ضرب النار ده صح، تقول الهمجيه اللي موجوده في الشارع صح، تقول الدعوه لعصيان مدني صح. اذا قلت ده وحطيت اليافطه على صدرك الناس هتعمل لك تمثال. اذا ما قلتش ده هتبقى انت اللي كافر، وانت السبب، وانت اللي وصلتهم، وانت اللي قتلتهم، وانت اللي موتهم، وانت وانت وانت. محدش لا هيزايد لا على جمهور الاهلي ولا على جمهور الزمالك ولا على جمهور الاسماعيلي ولا على جمهور الاتحاد ولا على جمهور المصري ولا على جمهور المحله. احنا اللي صرخنا يوم ماتش الاهلي والمحله، واحنا اللي اشدنا بالسلوك الرائع لجمهور النادي الاهلي، وكان موجود عندنا مسجل بالصوت والصوره من الحلقات. احنا اللي صرخنا يوم الاتحاد وادي دجله، واحنا اللي صرخنا يوم الزمالك وادي دجله، واحنا اللي صرخنا يوم الاسماعيلي والمصري. عايزين نطلع اقول ان اللي حصل من اقتحام للملعب في ماتش الاسماعيلي والمصري كان صح؟ خطأ ومليون خطأ. خطأ ومليون خطأ. عايزين نطلع اقول ان اللي حصل يوم الزمالك والشرطه واقتحام للملعب كان صح؟ خطأ ومليون خطأ. عايزين نطلع اقول ان التهديد بوقفه ما بين جمهور الاهلي والزمالك والعراق والضرب قبل مباراه السله كان صح؟ خطأ ومليون خطأ. اذا ما استفدناش من الدروس، اذا ما استفدناش من الاخطاء، ما اعتقدش ان احنا هنتعلم، ما اعتقدش ان الدنيا هتسير بشكل جيد.